السلام عليكم. خلينا نقولوا بأن التراث المغربي اللي مازال في الأندلس كيتعرض لواحد السطو بطريقة احترافية وديال المعلمين داخلينها بلي فلوغ. هنا كان الحاكم المروني، هنا كان العباس بن قياس، هنا كان فلان بن فلان، هنا كان. فالله يرضي عليكم بخير، الله يجزيكم بخير والله يرحم الوالدين. فهاد الحوايج هادو دابا خصكم تنتبهوا لهم بكري قبل ما يفوت الفوت، حتى نوليو بحال الشكل ديال القفطان مال القفطان والتكشيطه يا لالا كي جات عليك تجي اللعبه. فهمت؟ هذه هي. دابا هنايا كاين عندنا واحد الناس كيبرموا داك الاتجاه ديال الحقيقه والوقائع، كيحاولوا يبرموها، ولكن هيهات. دابا الا كان التراث غادي يتسمى على واحد الشخص مثلا، بكري كانوا الناس اللي كيحكموا البلدان الإسلامية كيكون نسب زعما خصو يكون مسلم ومتدين إلى آخره باش يحكم البلاد، ياك؟ والناس كيكبروا به مثلا خصوصا في المغرب، كيبغيو أهل الدين وكيبغيو أهل العلم وكل شيء، وكيكبروا بهاد الناس وكيحطوهم عليهم حكام، ولا كيحطوهم هما نظرا لمكانتهم المحترمة دينيا. مفهومه؟ فاشنو كيديروا الناس صحابنا دابا اليوم؟ فصحابنا حابين يقلبوا التراث المغربي اللي في الأندلس، حبوا يقلبوه ويوجهوا له الاتجاه للشرق الأوسط على أساس أن هذوك الناس هما اللي بناو الحضارة. ولكن الحقيقة إلا جينا نشوفوا الحضارة المغربية فكنلقاو أن حتى ديك الأندلس براسها هي امتداد من المغرب، يعني تما ما كاينش في شي بلاد اخرى. ملي كنبداو كنقلبوا كنشوفوا فين كاين هاد الحيوط اللي بحال هذا كنلقاوهم عندنا، فين هاد البيوت اللي بحال عندنا، فين هاد القنطرات اللي عندنا، فين هاد المساجد اللي